في قضية اغتيال شكري بالعيد. وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع في القضية فوزي بن مراد أن الصورة بدأت تتضح بشأن تورط طرف سياسي في عملية الاغتيال. الأبحاث والتحقيقات متواصلة في قضية اغتيال السياسي شكري بالعيد، حيث استمع قاضي التحقيق إلى شهادات عديد الأشخاص، منها شخصيات تتقلد مناصب سياسية أو أفراد من عائلة الفقيد، وفق الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع في القضية المذكورة، والذي أكد أن الصورة بدأت تتضح بشأن تورط طرف سياسي في عملية اغتيال شكري بالعيد. بدأت تتضح الصورة بصفة عامة على الطرف السياسي اللي هو وراء اغتيال الشهيد شكري بالعيد. احترام للقانون واحترام لسرية الأبحاث والتحقيقات. أنا ما نجمش نعطيكم الآن الجهة السياسية المعنية، ولكن الأيام القادمة ستتضح الصورة بصفة نهائية، وسيعلم الشعب التونسي والرأي العام من اغتال شكري بالعيد. وحول هذه القضية قدم الصحفي جبال العرفاوي معلومة مؤكدا على احترازه الكامل تجاهها. وبالتالي فإن المعلومة هذه اللي قدمتها قلت كونه راهو فما معناتها تم الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد المجموعة هذه، وقلت يبدو، استعملت كلمة يبدو، وأنه معناتها تم معناتها تحديد هوية شخص من أحد المنفذين على أساس وأنه عنده ملف سابق في وزارة الداخلية. قلت مجموعة هذه مجموعة معناتها متطرفة دينيا متشددة دينيا هي اللي تقف وراء العملية هذه، وقلت له التحقيقات قاعدة تجري حول إمكانية تكونش المجموعة هذه تم التلاعب بها أو اختراقها من جهات خارج تونس، جهات أجنبية سواء منظمات أو حتى دول أيضا. وزير الداخلية السيد علي العرايض امتنع من جهته عن تقديم أي تفاصيل بشأن هذه القضية، على اعتبار أن القضاء هو المتعهد بها، مؤكدا وجود تقدم في سير الأبحاث التي وصلت مرحلة الاعتقالات. تقدمت أشواط كثيرة، وصلنا الآن مرحلة الإيقافات، ولكن مازال ما نجموش نقولوا اللي أرجوكم مازال ما وصلناش باش نقولوا هذا هو القاتل وهذه الجهة اللي وراه وهذه الأسرار والدواعي. فاحنا وصلنا مرحلة اللي في نفس الوقت اللي نعملوا فيها في الاستنتاجات بدينا في مرحلة الإيقافات. عندنا أمل إن شاء الله أنه في وقت مستقبلي إن شاء الله ما يكونش بعيد، نتوقع قريب برشا، باش تكون على الأقل جزء لا بأس به من هذه القضية يكون في متناول الرأي العام. ويواصل قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال شكري بالعيد الاستماع إلى شهادات الشهود.